مسا مسا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. لسه خلصان ماتش الزمالك واسوان. ماتش كان لذيذ حلو، في كوره، في فكر شويه النهارده. بدات خطه الراجل، العجله تدور شويه. هنتكلم شويه النهارده عن خطه اوزوريو او اسوريو مع نادي الزمالك. راجل اسمه صعب أوي يا جماعه، مش عارفين اوزوريو ولا اسوريو ولا هو ايه. أنا اهم حاجه بقول له اخوان وخلاص بقى، احنا مش هنوجع دماغنا. المهم، طيب خلينا كده بشكل عام كده وبشكل تفصيلي نبدأ في الكلام. أول حاجة، الزمالك لعب برضه بنفس خطة ماتش الإسماعيلي اللي هي بتتسمى يا إما 3-3-1 يا إما 3-2-4-1. دي كانت أنسب النهاردة للمبدأ ده، إن هو كان بيلعب 3-2-4-1. وده هقولك ليه عن اللي أنا كنت قلتها في الإسماعيلي، إن هو لعب 3-3-3-1. لأن النقطة هنا إن هو كان بيلعب ب3 بس، وكان بينزل معاهم حسام عبد المجيد من قلب الملعب، بينزل لتحت كرابع في وقت الدفاع أو في وقت الهجمات المرتدة على الزمالك. وكذلك بيفضل تحت ثابت مع ال3 اللي ورا، إن هو بيفتح زاوية تمرير لما رؤى بياخد الراجل اللي بينزل يمسك راجل الارتكاز اللي عندك، فبيفتح زاوية تمرير تانية ياخد الكورة اللي كانت اللعيبة أصلا ما بتبصلوش عليها. النهاردة هو غيرها شوية، إن هو حط لك 2 في قلب الملعب، واحد عنده شوية كورة بسيطة والتاني يعني كورة برضو والمفروض ان هو مركز 6-6، اللي هو المفروض بقى ايه، حتة طارق حامد كده قديمة، على اساس ان واحد فيهم برضو لما يحصل نفس النقطة واحد فيهم بينزل يدافع يبقى رابع يقفل مع ال3 اللي كانت بتحصل مع رؤى كتير، وان هو كان هيقلش نفس كورة قلشة ماتش الاسماعيلي. ولو في حالة الهجوم او في حالة الطلوع عشان اللعيبة تقدر تطلع ويبقى عندك زاوية تمرير ولعب، ان هو لو واحد فيهم بيسحب الارتكاز، اللي هو الارتكاز بتاعنا، بيسحب الراجل اللي جاي يمسكه وبيطلع بيه، والتاني بينزل يستلم من تحته. طيب ايه فكرة بقى النهارده، او ايه فكرة اسوريو؟ هي بانت جدا ان اسوريو عايز يبدأ من كل الدنيا دي كلها، ان هو عايز يقعد 5-على-4 قدام. ازاي 5-على-4 قدام؟ ركز كده في الخطة. بيبدأ ب3-2-4-1. طيب مين الاربعة اللي تحت المفروض الجزيري على الورق على اللعب اللي كانت باينة جدا في الخطة؟ شيكابالا، زيزو، انداي، مصطفى شلبي. فكان هما دول الاربعه اللي هو عايزهم تحت الجزيري، بحيث ان انت لما تيجي تطلع بالكوره، تمام، او في الهجمات المرتده، او لو لعبت كوره ما بين الخطوط بتضرب الخطوط، ودي اللي كانت بتتعمل النهارده كتير، انك بتروح على ايه، 5-على-4، 5-على-3، كانت بتروح بارقام. ودي بانت قوي في الكوره اللي اترفعت اللي هي الجون اللي راح منها. يعني الجزيري لعبها كويسه جدا 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 لمصطفى اللي بدأ المكنه معاه تمشي وبدأت تدور، وراجل بدأ يشتغل. بس نفسي في حاجه واحده، لما يجي يقطم ويخش مش كل شويه وش رجله. في اوقات لازم بطن الرجل، محتاج انت بطن رجل في اوقات. في الزاويه خلصت النهارده، كان ممكن مصطفى يحط له على الاقل جونين. الماتش كان مفتوح جدا، الفرقه كمان فتحت معاك اكتر بعد الجون. الزمالك النهارده برضو ليه جونين تسلل طبعا، فالزمالك بيروح، الراجل بيوديك. بس مقابل ده هو راجل عنده خطة حلوة وعنده فكر، بس مقابل ده عنده الجزء الكواليتي اللي ورا ضعيف جدا، ان اللعيبة ما بتقدرش تسلم وتستلم صح تحت ضغط ورا. والدليل على كده برضو النهارده ان كذا كوره اتقطعت كانت بتعمل مشاكل، ولولا ستر ربنا يعني ان الكوره ما كملتش. طيب بالنسبه بقى للنقطه التانية والاهم بالنسبه للزمالك كفكره، الزمالك حط نفس الخطه زي ما قلنا اللي كان بيلعب بيها في ماتش الاسماعيلي، بس الفرق كله ان هو كل الفكره ان هو ادى راجل بيلعب مركز 6 بدل الباك، ورجع الباك، لان كده كده الونش اتصاب وهو مش هيلاعب شبانه، لان هو واضح انه مش واثق في شبانه خالص. وبصراحه ربنا في الوقت الحالي شبانه وعبد الغني، او سواء شبانه وعبد الغني مع حسام عبد المجيد، انا هتعب نفسيا مش هقدر يعني. الموضوع كان هيبقى صعب جدا. طيب خلينا بقى نخش للنقطه بقى الاهم. هل الزمالك ما كانش بيروح؟ لا، كان بيروح كتير جدا. طب هل الزمالك الراجل ما بيصنعش مع الزمالك؟ لا، الزمالك بيصنع اجوان بالهبل. النهارده ممكن اقول لك اكتر من 7-8 فرص مؤكده غير الجونين. طيب ايه المشكله بقى؟ قال لك المشكله هنا بقى في فينش لعيبه نادي الزمالك. لازم حد يقعد مع مهاجمين نادي الزمالك بشكل عام، سواء بقى من اول شيكابالا لحد الجزيري، انداي، آه مصطفى شلبي، كذلك زيزو، وبالذات زيزو الفتره الاخيره عنده مشكله في فكره الفينش جدا. ما هو ما بيعرفش يختار الاختيار الصح في اوقات، او بيختاره متاخر.
فالفينش هنا بيفرق. الكرة حتى الجون، هو راجل رايح، هي سهله جدا بدماغك هتحط كده على طول في الزاويه، او في الزاويه اللي جاي منها الجون خلصت. يعني الجون انت الكوره مرفوعه من عند مصطفى، الزاويه اللي جايه منها الكوره حطها للجون خلصت، او في نفس الزاويه جون، وهي اقرب لك لدماغك، فهو طار عشان يحطها ببطن رجله ويكبس الكوره. طب ليه؟ ما ده اللي بيدل على ان انت مش مركز او بتاخد الاختيار الغلط، او الفينش بتاعك وحش. كذلك نضيع على فكره في كذا كوره، كذلك شيكابالا، كذلك مصطفى. ده لسه كنت بكلمكم على فكره وش الرجل بتاع مصطفى. فدي كل اللي تنقص نادي الزمالك دلوقتي، او اللي تخلي نادي الزمالك لو لعب فرق كبيره يخاف، هي النقطه دي. ليه؟ لان انت لو لعبت اصلا سواء اهلي، بيراميدز، فيوتشر، على فكره مش بقول معنى كده ان الزمالك واو يعني وراكب الشلاحات ومعدي ومحدش هيحصله، واللي حصلني هيجي جنبي هفرمه، لا مفيش الكلام ده. الزمالك عنده عيوب جدا ولسه هتتصلح مع الوقت. بس انا بتكلم هنا في نقطه ايه؟ ان الزمالك لو هيستقبل هيعرف يجيب، لو عنده فينيشر او عنده عامه حد يخلص مش حد، هو لو عنده مجموعه كلها بتخلص. يعني مثلا لو بيجي لهم تارجت 10 كور في الماتش بيخلصوا منهم 7، ده تمام. المجموعه كتوتال مش كفرد. يعني على الاقل كل فرد لو جات له مثلا 3 كور يخلص منهم ايه، كوره ونص او كورتين. طيب خلينا نتكلم كده بمعدل، يعني انا بتكلم كل ده معدلات. طيب بالنسبه للنقطه دي، فالنقطه دي اللي هتعمل ازمه مع اوسوريو، لان اللي ورا لسه كواليتي ضعيف، بيطلع بالهجمه بطيء، كل الكلام ده. طيب بالنسبه بقى للنقطه التانية، الجزء اللي قدام لازم حد يقعد معاهم، لان لو انت زي ما قلت لكم فرق قدام هتدخل فيك اجوان او هتستقبل منها اجوان، فانت لو عندك اللي يعوض ده تمام. مش هقول لك لا كده كده هيبقى ماتش مفتوح، الفرقه دي بتلعبك مفتوحه وانت كده كده برضو فاتح ملعبك، فالدنيا هتبقى زي الفل، هتبقى هنا وهنا كوره هنا وهنا. لكن لما تكون انت بتضيع كتير جدا هتستقبل اكتر، فمش هتعرف تعوض، فدي هتبقى مشكله كبيره جدا عند نادي الزمالك. طيب الراجل عالج النقطه دي بقى في الشوط التاني بايه؟ لما لقى احمد الرمادي، عفوا انا مش فاكر اسمه، حاجه رمادي، لما قابل الرمادي عامه لما الراجل نزل عامه فيرويد زياده، وبقوا بيروحوا 3-2 اوقات كتير، واوقات بيروحوا 4-3، لما كان كده كده مثبت 3 ورا اللي هم سكر وحسام، وبيبقى معاهم المسلوسي فين وفين، لما بيطلع اعتقد ما طلعش غير هي كوره، وبوقتها حد من نص الملعب بينزل يقف مكانه يعني عامه. طيب الراجل لما نزل لك قال لك خلاص انزل لك فيرويد زياده واضغط عليك قدام، وكده كده هو عارف ومصر كلها عارفه ان الباكات بتاعه الزمالك التسليم والاستلام بتاعها ضعيف وبطيئه جدا في الطلوع بتاعها، فقال لك خلاص هلعب بنفس النقطه دي. فالراجل عملها ايه؟ حلها حل واحد، ان هو راح ساحب حد اللي هو يعني عامه شيكابالا، عشان شيكابالا كان خلاص البنزين برضه بدأ يريح، وراح منزل بالحاج، وراح منزل برضه سحب انداي، وراح منزل نيمار. حط النقطه دي فرقت معاه جدا، لان نيمار بدأ يرجع، لان انداي برضه كان بدأ يقع منك، الراجل بدأ يرجع. طيب فدي فرقت معاك انت اصلا. اللي فرق اكتر كمان هي فكره نزلت بالحاج. ليه بالحاج كانت فرقت؟ لان شيكابالا ما بيرجعش في الالتحامات، كلنا عارفين شيكابالا في الالتحامات ما بيلتحمش بمعنى الالتحام. فالراجل لما نزل بدأ يسقط هو كمان ورا، ياخد الكرة من ورا من عند ال 18 عندك، فبدأ بيقفل تاني، بدل بترجع في وقت حالة الدفاع بدل ما بيبقوا 4 بيبقى 5. كده كده بترحل، انا مش قصدي ان الراجل هو اللي بينزل لحد ورا، بس هو كده كده كان بينزل في كوره، بس هي كانت بترحل لان رؤى كان بيضم مع الاربعه اللي ورا، وكان بيضم عليه بالحاج ودونجا لحد ما دونجا اتصاب، نزل برضو ايه، يوسف، نزل سيف. بس سيف برضو فرق في النقطه دي، لان انت بقى عندك دلوقتي الكواليتي الثلاثه اللي في نص الملعب، الثلاثه بيلعبوا كوره، والفرقه اللي قدامك فاتحه، ومنهم 2 يعني بيحتكوا في الكور بشكل رسمي قوي، منهم سيف. فانت كنت محتاج النقطه دي، 3 بداوا يلعبوا كوره، بدات تروح كتير جدا، الزمالك راح بكميات كبيره جدا على المرمى، كان ممكن يحرز، وده دل على الكورتين اللي راح بيهم الاتنين اوف سايد. ف لا كان فارق. وبرضه هي اهم حاجه عند اوسوريو، ان انت كل ما انا هروح عليك لازم هيبقى فيه 5، كل ما هروح عليك لازم هيبقى هروح ب5، لازم 5. هتلاقي واحد بيرفع و4، الاربعه بقى متمركزين فين، دي بقى المشكله، لان الجون حتى ال3 اللي كانوا دخلوا جوه المنطقه، والراجل الرابع يعني الرابع كان اللي هو الجزيري لعب الكره لمصطفى شلبي وهو دخل، فكان لسه داخل المنطقه. طب ال3 التانيين متمركزين فين؟ ال3 متمركزين ورا، فالكره اتلعبت وال3 لسه ورا، ال3 يعني التمركز بتاعهم نفسه كان مش صح، او بنسبه 100% ما كانش صح.